السلام عليكم الإخوان. غادي نعاود لكم القصة ديال واحد السائق خدم مع واحد الشركة ديال النقل الدولي في ليتوانيا. خدم معهم قرابة تقريبا ديال سنة عام، والمشكل أنه ما مخلصينوش 8 شهور. فكيفاش غادي يدير باش يقدر ياخد رزقه منهم؟ محمد سائق دولي، هو الأصل ديالو من طاجيكستان. خدم مع الشركة ديال النقل، ما خلصاتوش تقريبا 8 شهور. محمد سكت، ما دارت حتى حاجه، بقى خدام مع الشركه عادي. واحد النهار غادي يعطيوه الرموك وغادي يقولوا لي بلا غادي دي السلعه من ليتوانيا لدوله هولندا. فبالفعل محمد خدا الرموك ديالو، شارج السلعه وشد الطريق لهولندا. من بعد يومين ديال الطريق وصل لهولندا، دخل لهولندا في اول باركينغ في لوطورود ديال هولندا. محمد دخل الباركينغ وسكت الكاميو ووقف. من بعد داز شي جوج سوايع وهو واقف، الناس اللي مكلفين بالشركه اتصلوا به، قالوا لي علاش وقفتي الكاميو اكثر من جوج سوايع؟ واش عندك شي اونبان او عندك شي حاجه او شي مشكل؟ قال لهم لا، حتى حاجه ما وقع الكاميو، كلشي مزيان، ولكن الكاميو راه ما غاديش نحركو وما غاديش نوصل السلعه للموليه حتى دوزوا لي الفلوس ديالي كامل اللي كنت سالكم ديال 8 شهور. هنا الشركه ولات تحت الضغط، حقاش الكليان تيعيط ليهم كيتسنى في السلعه، والشيفور ما بغاش يوصل السلعه، خاصهم يخلصوا. بداو كيتفاوضوا معاه، غير سير غادي نصيفطوا لك فلوسك، راه هاد الشهر غيدوزوك فلوس كاملين. قال لي لا والو، ما نحركش الكاميو الا ما شفتش الفلوس ديالي كاملين دازوا لي في حسابي. هنا الشركه اشنو غادي دير؟ غادي تنوض تصيفط جوج الناس ديالها، غادي تقول لهم غادي تمشيو للبلاصه فين كاين هو وخذوا من عندو الرموك ووصلوا السلعه للكليان. فبالفعل جاو هادوك جوج الناس، وقفوا عليه، بداو بغاو ياخذوا منه الكاميو. بدا كيتناقر معاهم، ما خلاهمش ياخذوا الكاميو، بدا كيتناقر معاهم، تزايدوا في الهضره. الناس اللي كاينين في لوطوروت شافوا الاوضاع ماشي حتى لهي، كيفاش كيهضروا كيفاش كيتناقشوا، يعني كاين شي مشكل. اتصلوا بالبوليس. بالفعل جا البوليس ديال هولندا، وقف اشنو واقع مع شنو واقع. هادوك الناس اللي جاو قالوا لي ودي راه هاد السيد خدام معنا وهاد الرموكره ديال الشركه ديالنا وما بغاش يوصل السلعه. محمد قال لهم بالله راه اللي واقع الشركه ما مخلصانيش، وهاللي واقع وعلاش درت. البوليس اشنو دار في هاد اللحظه؟ البوليس شد هذوك جوج الناس، قالوا لهم نتوما غترجعوا لليتوانيا، ما تعاودوش تقربوا ليه، ولا قربتوا ليه حنا اللي غادي نتفاهموا معكم بالقانون ديالنا، يعني غنطبقوا لكم القانون الهولندي. فبالفعل هذوك الناس خافوا ومشاو. في هولندا كاينه واحد النقابه سميتها NFV. هاد النقابه خاصه غير بالناس ديال الترونسبور، الشيافر، الناس اللي خدامين في الترونسبور بصفه عامه، الشيافر، الشركات ديال النقل. هاد النقابه ديالهم تواصلوا معهم البوليس، قالوا لهم راه كاين واحد الشيفور هنا واقع ليه هاد المشكل. جاو الناس ديال النقابه تواصلوا مع محمد، اشنو واقع لك، عاود لهم القصه كامله. ديك الساعه النقابه اشنو دارت؟ عيطات للشركه اللي خدام مع محمد، قالوا لهم واش واقع لكم مشكل مع الشيفور، علاش ما مخلصينوش؟ الشركه هنا شنو قالت؟ نكرات، قالت لهم لا، انا راه مخلصاه، راه هو اللي ما بغاش يوصل السلعه. محمد وراهم الحساب البنكي ديالو ما دايزه فيه حتى خلصه لمده ديال 8 شهور من هذيك الشركه. هنا اش غادي دير النقابه غادي دير التحريات ديالها، وغادي توصل بالفعل بالله ان محمد ما خداش الصالير ديالو من هذه الشركه لمده ديال 8 شهور. النقابه غتعاود تعيط للشركه وغادي تقول لها شوفي، عندك 15 يوم مهله ديال انك تخلصي السيد، سينو غادي نطبقوا واحد القانون كاين في هولندا. هنا علاش محمد بالضبط اختار هولندا باش يدير هذا المشكل؟ لا، حقاش في هولندا كاين واحد القانون ديال انك الا كنتي خدام عند شي واحد او خدمتي ليه شي خدمه وقال لك تخلصني وما خلصتيش، فالحاجه اللي صايبتي ليه كترجع للملكيه ديالك. هنا اذا محمد غادي يولي الرموك في السميه ديالو. مثلا نشرح لكم، الا شي واحد مثلا دا الطوموبيل ديالو عند شي واحد ميكانيكي صايبها ليه، ومن يخرج ليه الفاتوره ما بغاش يخلصو، فتما ديك الطوموبيله اللي تصايبات كتولي في سميه ديال الميكانيك، كياخذها كيعطوه مهله ديال 15 يوم، الا ما خلصهاش كيديها الميكانيك. فهاد الشيء اللي وقع هنا، الشركه ضغطات ما بقات عارفه ما دير. هذيك النقابه شدوا محمد هو والكاميو ديالو، داوه لواحد الباركينغ ديالهم وجلسوه وقالوا لي شوف،
هنا ممكن تاكل تشرب، كاين الدوش، كاين كلشي، كاين الكاميرات حاضرموك، ما عندك مناش تخاف حتى نتسناو الشركه ونشوفوا واش غدير. وزائد حاجه اخرى، اشنو داروا النقابه عيطات لكاع الشركات اللي كتعامل مع ديك الشركه اللي في ليتوانيا، عيطات ليهم وقالت لهم غادي تجمدوا معاهم كاع المعاملات التجاريه بيناتكم، لحقاش هاد الشركه بحال ولات كاع ما موثوقه. هنا اللي بغيت نوصل انه شوف القانون كيفاش كيحمي السائقين. كاين قانون صارم هنا في اوروبا كيحمي الناس اللي خدامه، يعني ماشي خدام مع شركه ما تخلصكش تمشي على عينك دبابه، لا، كاينين قوانين. ومحمد خدم ذكي انه مشى الدوله ديال هولندا، حقاش عارف هولندا فيها هذا القانون ديال انه الا ما خلصوش الرموك والسلعه اللي فيه غادي تحول الاسم ديالو بموجب القانون، وديك الساعه يقدر يبيع الكاميو ويتصرف فيه كما بغى. وهنا تسالت القصه. حاليا دابا باقي ما كاينش جديد في القصه، باقيين كيتسناو الشركات تشوف شنو غدير، واش غادي تخلصوا. وتقريبا كيطالبهم ب 32,000 اورو اللي كيتسالهم. فالا كنتي انت في هذه اللحظه شنو تقدر دير؟ شنو خلي لينا في الكومونتيرات وقول لنا شنو ردة الفعل ديالك انت الا ما خلصاتك الشركه 8 شهور؟ واش غادي تخدم عقل بحال هكا ولا غادي تحس معاهم؟